السلام عليكم. دلوقتي دي النتيجة اللي احنا وصلنا لها بالشكل ده، وقربنا ان احنا نوصل للنتيجة النهائية، على الاقل قطعنا شوط او خطوة. لو رحنا هنا هنبدأ ان احنا نصمم في السكشن ده اللي هم في الغالب بيسموه هيرو سيكشن. دلوقتي انا هبدأ ان انا برضو افكر فيه بشكل منطقي زي ما اتكلمنا. ايه اللي عندي؟ الواضح ان انا عندي اكتر من element فبيكون ليهم بيرنت، فده البيرنت بتاعهم. البيرنت ده ممكن يكون سيكشن، ممكن يكون div، لكن هنخليه سيكشن. وبعد كده ده h1 باراجراف وزرار بس. ده كل اللي عندي، وهنبدا ان احنا نشتغل على السي اس اس علشان نشوف ازاي هنوصلهم للشكل ده، والموضوع ان شاء الله بسيط. لو رحت هنا هاجي هنا في ال HTML الاول وهبدا ان انا ابص عليه وانا شغال كده افكر فيه. انا عندي سيكشن ده اللي هياخد كلاس هيرو سيكشن بالشكل ده. وبعد كده عندي h1 صمم موقعك الشخصي باحترافيه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وعندي عندي هنا باراجراف بنساعدك علشان تبني مواقع بالشكل ده. وعندي هنا بوتون او لينك، لكن بما انه بيتداس عليه فهو لينك، علشان في ناس ممكن تعتقد ان هو بوتون، لكن البوتون ممكن ان هو يحصل عليه ايفنت معين، وده هنتكلم فيه في الجافا سكريبت ان شاء الله. لكن ده ادام ابدا الان ده غالبا هيوديك في حته، فخلاص يبقى هو رابط. هقول له ابدا ابدا الان بالشكل ده. نشوف ال HTML بتاعنا. جميل جدا، ممكن نبدأ نفكر فيهم واحدة واحدة. ايه اول حاجة انا عايز اعملها؟ انا عايز ملامح السكشن ده تبان. فهاجي هنا هاخد اللون بتاعه. هو مش هاخد اللون بتاعه، هو احنا اوريدي معرفين المين كولر اللي هو الازرق ده، فهنبدأ ان احنا نستخدمه. فانا هاجي هنا هقول له هنا ادام الكود بدأ يكبر ممكن نستخدم فكرة الكومنتات، ان انا ابدأ اقول ان هنا مثلا هيرو سيكشن ستارت مثلا. وبعد كده هقول هنا اند. ازاي عملت الدبليكيت ده؟ ان انا قررت الكود بدوس كنترول شيفت اس وبعد كده، او كنترول اس معذره، وبعد كده كنترول في. وهنا هقول له اند هيرو سيكشن بالشكل اللي انتم شايفينه ده. وممكن اعمل نفس الكلام في ال HTML، ان انا اقول له هنا start hero وبعد كده end hero. طيب هاجي عند الهيرو ده دوت هيرو، هديله الباك جراوند من الفاريبلز اللي احنا عملناها. باك جراوند كلر من الفاريبلز اللي احنا عملناها، اللي هو هياخد المين كلر بالشكل ده علشان ملامحه بس تبان. جميل جدا. عايز اديله بادنج من فوق ومن تحت، واضح ان هو واخد بادنج كتير، فممكن اديله بادنج 50 بكسل مثلا من فوق ومن تحت، وممكن من على اليمين والشمال 10 بكسل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ايه كمان عايز اعمله؟ عايز اخلي الالوان اللي جواه بيضاء. فهاجي هنا هقول له color شباك 3 اف العناصر اللي جواه بالشكل ده، وعايز اجيبهم في النص. فانا ماشي واحده واحده بقول انا عايز اعمل ايه، وبعد كده بشوف الكود بتاعه. لو مش عارف الكود هسرش عليه، يعني هوصل له. تكست الاين سنتر. جميل جدا. طيب الواضح ان صمم موقعك الشخصي باحترافيه. الفونت بتاعه كبير، فهروح اجيب ال H1 ده اللي هو دوت هيرو H1 واديله فونت سايز ممكن لحد 50 بكسل. 50 بكسل. لا ننزل شويه، مش عايزين نبقى طموحين قوي. جميل. المسافه ما بين صمم موقعك والباراجراف قليله، وده ليه؟ لو عملت هنا انسبكت كبيره، اقصد دلوقتي لازم ان هي تكون قليله في التصميم بتاعنا. هتلاقوا ان الاتش 1 ده واخد مارجن. ممكن اصلا الغي منه المارجن خالص، يعني مش هحتاج ان انا اديله مارجن. وهقول لكم ليه مارجن صفر. هتقولي طب ما هم كده هيلزقوا في بعض. لا، ليه؟ لان الباراجراف نفسه هو التاني واخد مارجن، بياخد 16 بكسل تقريبا، 16 بكسل بالشكل ده. جميل جدا. يبقى كده صمم موقعك. بنساعدك علشان تبني موقع. البادنج هنا اكتر، ممكن نخلي البادنج هنا ممكن يروح لحد 90 او 100، ما فيهاش مشكله. ريلود بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن اكتر، ممكن تروح لحد 100، ما فيهاش اي مشكله. البادنج من فوق ومن تحت، والبادنج من على اليمين والشمال ما اعتقدش ان هم ليهم لازمه، لان كده كده الكونتنت في النص، فالبادنج من على اليمين والشمال مش هيكون ليه تاثير. هقبل بالشكل ده. باقي عندنا بس اللي هو ابدا الان، اللي هو زرار بتاعت ابدا الان. طيب
في فكره برضو في البرمجه اسمها كومبوننت ده فكرتها ايه؟ ان انت بتعمل حاجه قابله لاعاده الاستخدام. لو جيت بصيت للزرار ده ونزلت تحت شويه، هلاقي ان عندي الزرار ده والزرار ده والزرار ده واخدين نفس التصميم تقريبا، عدا ان اللون مختلف. فدلوقتي انا هديله كلاس عام، يعني هاجي هنا علشان الموضوع ده حتى هيسهل عليك بعد كده تتعلم بوت ستراب تيروانت والحاجات اللي زي كده. هاجي هنا في اللينك ده هديله كلاس بي تي ان، بس بي تي ان بالشكل ده، لان البي تي ان ده ممكن ارجع اديله دول والدول والده واغير بس اللون. فهاجي في البي تي ان ده، شوف بقى انا عايز ايه في الكالر، عايز ايه بقى في البوتون، نقولها واحده واحده كده. هشيل التكست اللي تحت، تكست ديكوريشن نون بالشكل ده. هعمل له بادنج من فوق ومن تحت 2 بكسل او 5 بكسل، ومن على اليمين والشمال ممكن 10 بكسل. يبقى بادنج 5 بكسل ومن على اليمين والشمال 10 بكسل. علشان البادنج يبان هديله باك جراوند ابيض زي ما هو عامل بالشكل ده. محتاج ان البادنج من على اليمين والشمال يكون اكتر، كنت متوقع ده الصراحة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عايزين ان اللون نفسه يكون المين كلر الفار مين كلر، اللي هو اللون الازرق ده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واخد شويه بوردر راديوس حوالي 5 بكسل، فهاجي هنا هديله بوردر راديوس حوالي 5 بكسل، ريلود بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. واضح ان هو عامل مارجن من فوق، ممكن مش عايز اعمل انسبكت واغش الكود، لكن انا هديله مارجن من فوق ما فيهاش مشكله. يعني انا حاسس ان ده هتبقى انسب حاجه علشان يعمل لنا السبيس ده. بس برضو البادنج من على اليمين والشمال اكبر، ممكن دي كانت اتعملت بالويتس والهايت، لكن اعتقد ان البادنج الوضع فيه بيكون اسهل. هيكون اسهل في السيناريو ده. هديله بس مارجن توب 15 بكسل، هنا نديله 20 بكسل. طيب بدل ما اديله هو مارجن توب، لو عملنا هنا انسبكت، انا عايز اشوف ايه اللي بيحصل له بالظبط. في هنا نقطه، اللينك ده انلاين بلوك اليمنت، فهو مش هيقبل حاجه زي المارجن. فبكل بساطه لو انا عايز اديله مارجن او بادنج، لازم ان انا احوله لانلاين او بلوك. فبما انه كده كده جاي لوحده، فانا هديله ديسبلاي بلوك. بصوا اول ما نعمل ديسبلاي بلوك على طول هيقبل المارجن. خلونا نخليه انلاين بلوك علشان ما نخشش في فكره الويتس، برضو على طول هيقبل المارجن. بس نقلل المارجن شويه لان هو كتير الصراحه، 10 بكسل. جميل مقبول، الدنيا لذيذه اعتقد. يعني ممكن نقلل الحاجات. ممكن ان انا حاسس ان هو كويس، مش حاسس ان انا عايز اعمل حاجه قوي، يعني حاسس ان هو مريح للعين، واخد البوردر بتاعه. اعتقد هستكفي بكده. يعني ده الهيرو سيكشن هستكفي بكده. زي ما قلنا هنعمل فيديو في الاخر فاينل تاتش، ان احنا نجيب الحاجات اللي زي كده، اللي هو لما بتعمل هنا هافر او هنا بيعمل حاجه معينه. فهستكفي بالكلام ده في الفيديو ده ان شاء الله، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.